السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي وأحبائي متابعين قناة البازل السياسي. أرجو من السادة المشاهدين المشتركين إن هم يشيروا الفيديو ويدوسوا لايك وسبسكرايب، وعلى غير المشتركين إن هم يشتركوا في القناة. النهاردة النهاردة احنا هنتكلم في الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه في السلسلة اللي بنتكلم فيها بقالنا فترة، وده لمدى أهميتها وخطورتها. ترحيل اللاجئين واجب على كل مصري. طيب، الشعب المصري ده مبدئيا كده شعب عجيب وغريب وفريد من نوعه، ويمكن الوحيد في العالم اللي عنده الحالة دي. ليه الغرب بيحاول ان هو يضربك؟ وليه الغرب بيحاول ان هو يفككك ويفكك مجتمعك ويضربك باللاجئين؟ ليه انت خلاف عن كل دول العالم بيحاول يضربك بالاسلوب ده؟ لان انت الوحيد المختلف، انت الوحيد اللي يمكن على كوكب الارض اللي عندك التركيبه السكانيه بتاعتك تركيبه متجانسه، ما فيهاش اي مشاكل، ما فيهاش اي اختلاف. انك لو بصيت على الدول المحيط البائس اللي حواليك من الدول العربيه والشمال الافريقيه، هتبص تلاقي ان الدول دي مكوناتها غير متجانسه. يعني هتلاقي مثلا العراق، لبنان، سوريا، الأردن، فلسطين. هتبص تلاقي الجماعة دول يا إما أو حتى الخليج العربي أو ليبيا أو السودان، هتبص تلاقيهم يا إما قبائل وينتسبوا لقبائل مختلفة، يا إما هتبص تلاقيهم أطياف، طوائف مختلفة وأعراق وأديان مختلفة. يعني تبص مثلا على العراق وليبيا، على العراق وسوريا ولبنان والمنطقة دي، تبص تلاقيهم أزديين، على شيعة، على دروز، على علويين، على يزيديين، على حاجات كتير. عد بقى، افتح القوس وما تقفلوش. طيب، اختلاف الأطياف دي بيؤدي إلى اختلاف الولاءات جوه الشعب الواحد، وده اللي يفسر لك ليه كان في كره. وسبب الثورة السورية، سبب الثورة السورية ان الحكم اللي كان موجود فيها، بخلاف ان هو حكم وراثي حلو، كان الحكم اللي موجود فيها حكم علوي، والعلويين دول طائفة جوه الدولة السورية، وطائفة ملهاش أعداد على، أو ملهاش وجود على الأراضي السورية، وجود ضخم على الأراضي السورية، ما هياش الأغلبية، دول أقلية. ودي حكاية بقى علشان نحكي فيها، دي موال تاني. دي اللي أرى فيكم بروتوكولات حكماء صهيون هيفهمها، إن الغرب والصهاينة بيحب إن هم يوصلوا للحكم ناس من جوه الدولة اللي هم بيلعبوا فيها، يكون من الأقليات، علشان خاطر يضمنوا ولائهم، لأن ولائهم هيفضل دايما للغرب اللي وصلهم للحكم، وبيتحكم أو يقدر إن هو يطردهم بره الحكومة أو يدخلهم جوه الحكومة، لأن في مشاكل تبقى دايما على طول موجودة بين الشعب وبين الطائفة الأقلية اللي هي بتحكم الشعب ده، لأن الأقلية دي لا تمثله، ولأن الأقلية دي مفيش ولاء ليها في الشارع من أبناء الدولة اللي هي بتحكمها. فيفضل ولاء الأقلية دي دايما للصهاينة وللغرب، لأن هم دول الضمانة الوحيدة لوجودهم على كرسي الحكم. فبص تلاقي كان في كره كبير دايما موجود بين الطائفة العلوية وبقية الطوائف اللي موجودة زي السنية وخلافه جوه الدولة السورية، وهو ده السبب الحقيقي للثورة السورية. ده السبب الحقيقي للثورة السورية، ان الحكومة اللي موجودة كانت حكومة من طائفة من الطوائف، ومن أقلية كمان، ما هياش طائفة لها تواجد في الشارع بأعداد أو ليها زخم في الشارع يعني. وتبص تلاقي الطوائف دي دايما كانت تجيب في الحكومة من الناس اللي هي من نفس الطائفة، مش لكفاءتهم، لا، ده علشان خاطر ان هو من نفس الطائفة اللي بتحكم وبتتحكم في الدولة السورية. فهو الحكم حكم طائفي، وتلاقي الناس حتى جوه الدول، الشعوب اللي جوه الدول دي، تبص تلاقيها ما بتنتسبش للدولة، يعني بتنتسب دايما للطائفة بتاعتها. يعني تبص تلاقي في السوريين يقول لك انا علوي، انا سني، انا درزي، انا شيعي، انا مش بينتسب لطائفته. الدولة، مكون الدولة عنده ده نمرة 2، نمرة 1 انتسابه للطائفة. ونفس القصة بالنسبة لدول الخليج والدول العربية والسودان وليبيا والكلام ده كله، تلاقي انتساب الفرد لو حصلت مشكلة بينهم وبين بعضهم
كل واحد فيهم بينتسب إلى قبيلة معينة، ويتميزوا عن بعض بمدى قوة القبائل دي. يعني لو انت من قبيلة قوية فانت كده هتاخد حقك، من قبيلة اضعف شوية مش هتاخد حقك. فما عندهمش حاجة اسمها الولاء للدولة او المواطنة. مفهوم غريب بالنسبة لهم، وبالذات بالنسبة للدول اللي موجودة في المحيط العربي البائس، اللي في دول الخليج. لان الدول دي لو بصيت عليها هتلاقي دول كلها دول حديثة، ما يعرفوش يعني ايه دولة اصلا. يعني الدول دي كلها الاراضي بتاعت شبه الجزيره العربيه دي زمان كانت بتسمى اراضي الحجاز. ما كانش في حاجه اسمها قطر والبحرين والامارات والسعوديه والكويت والكلام ده ما كانش موجود. كل دول كانوا في اطار واحد يسمى اراضي الحجاز او ارض الحجاز. والدول دي كلها دول منشأة حديثة. قبل كده ما كانتش دول، هي كانت عامله زي منطقه الشام، منطقه، انما ما هياش دول. فهم لما تحولوا لدول، وده في بدايات القرن العشرين، ابتدوا يتحولوا في 1924 وفي الوقت التوقيت ده، يعني علشان ما نخشش في التواريخ لان مش متذكر دلوقتي تواريخ انشاء كل دوله، بس هو اكبر دوله فيهم هتلاقيها يعني عندها 80 سنه ولا حاجه. فالدول دي او الناس دي ما عندهمش المفهوم بتاع المواطنه اللي موجود عندك انت يا مواطن يا مصري، وده اللي يفرقك عن المحيط البائس بتاعك، وده سبب كره المحيط البائس ليك كمان. يعني بص تلاقي المواطن العربي اللي موجود في اي دوله من الدول العربيه بيحاول يتمايز عليك بثرائه، لان هو ما عندوش لا ثقافه ولا عمق ولا اي حاجه، ولا عنده دوله اصلا. يعني هو ملوش تاريخ عشان يقدر يتميز عليك بتاريخه. انت عندك تاريخ ضارب في اعماقك، انت التاريخ نفسه. يعني انت لما تحب تحدد تاريخ حاجه بتحددها بمدى قربها او بعدها بالتاريخ المصري. فالتاريخ المصري هو المقياس. انت امه، ثقافه، عمق، تاريخ، قدم، حاضر، قوه. فانت دوله مؤثره في المحيط اللي حواليك وفي العالم كله. وعلشان كده الغرب بيحاول يضربك. يعني لما تيجي تبص وبيحاول يضربك بموضوع سبب قوتك، لان سبب قوة الدولة المصرية هي شعبها مش جيشها. يعني لما نيجي نسأل بعض كده بعض الأسئلة، لأن الجواب بتاعها هو اللي هيبين إن الشعب المصري هو سبب قوة الدولة المصرية مش الجيش المصري. الجيش المصري ده مكون من مكونات الشعب. هو الجيش المصري ده جاي منين؟ جاي من على كوكب المريخ، ما هو أبناء الشعب نفسه. وبعدين مش هي دي الحكاية، مش موضوع الجيش هو سبب قوتها. السبب الحقيقي لحمة الدولة المصرية ان انت المكون بتاعك مكون مترابط، 90% مسلمين و10% مسيحيين. لا، والمسلمين ال 90% دول مسلمين سنة، وال10% اللي باقيين مسيحيين ارثوذكس. يعني مفيش بقى طوايف وبتاع تلاقي مسيحيين كاثوليك على بروتستانت على شهود يهوه على، لا، هتلاقيهم في الغالب 90% منهم ارثوذكس، والمسلمين اللي موجودين اكتر من 99% منهم سنة. فانت عندك لحمة. ولما تيجي تبص، يعني انا النهارده شفت على اليوتيوب شورت جميل قوي، شيخ وامام جامع في دوره رمضانيه من الدورات الرمضانيه اللي حضراتكم عارفينها يعني، بيلعبوا مع بعض كوره. طبعا المنظر ده مش هتشوفه في اي حته في العالم الا عندك انت بس، انت الوحيد المتفرد بالمشهد ده. حلو. وهو ده اللي مخلي الغرب هيموت وعاوز يفكك المشهد ده ويضربه، ومخلي العرب كارهينك بصفه مستمره. هو بيبين لك انه مبسوط، انما هو في الغالب العين ما بتحبش الاحسن منها بالبلدي. في الغالب هو شايف ان انت عندك حاجه هو عمره في حياته ما يوصل لها، فتلاقيه دايما حاسدك عليها. الوفاق والتركيبه السكانيه دي هي سبب طرابتك وتواجدك وسبب قوتك وسبب تاثيرك في العالم. واكبر دليل على كده هنسال بعض 3-4 اسئله كده، هتبص تلاقي ان الجواب بتاعهم دايما الشعب المصري. يعني مثلا اما نيجي نتكلم عن احنا قلنا قوة الشعب المصري واختلافه عن محيطه العربي ان احنا عندنا اللحمة السكانية. هتيجي تبص تلاقي في مثلا شوية اسئلة غريبة كده او شوية اسئلة لازم انت كمواطن مصري تسألها لنفسك وتحاول تدور لها على اجابة، وانت لوحدك هتلاقي الاجابة وهتفهم ليه انت بتحاول. انت الكبير وانت القوي وانت الدولة المؤثرة. ودايما يقول لك مصر رمانة الميزان، دايما يقول لك مصر ام الدنيا. ما بحبهاش الكلمة دي، انا مصر ام المصريين عشان نبقى متفقين يعني. بس دايما يقول لك ان مصر دي لو سقطت المنطقة كلها انهارت. هو بيقول الكلمة بيرددها زي البغبغان، انه هو ما يعرفش ليه. يعني اغلب المواطنين العرب لما بيقول الكلمه دي هو بيقولها وما يعرفش ليه، هو بيسمعها كده في الاعلام فبيردد، انما هو ما يعرفش ليه مصر دي هي حجر الزاويه. لو دي وقعت المنطقه كلها انهارت.
ايه السبب؟ هتيجي نسأل بعضنا نفسنا أسئلة كده، زي مثلا ايه سبب ان دولة إسرائيل مثلا اللي هي قامت سنة 48 احتلت أراضي عربية من دول كتير وحاربت دول عربية كتير في المحيط بتاعها، زي سوريا ولبنان ومصر والأردن، كل دول الحدود مع إسرائيل تقريبا إسرائيل حاربته واحتلت من كل الدول دي أراضي، حتى احتلت من مصر سيناء. إلا إن كل الدول العربية اللي احتلت منها أراضي من سنة 48 لغاية النهاردة ما فيش ولا دولة منهم قدرت ترجع أراضيها غير مصر بس. سؤال هنا لازم تسأله لنفسك، الغرب سأله لنفسه قبلك بكتير، ليه كل الدول العربية دي ما قدرتش ان هي تسترد أراضيها ومصر بس اللي بعد 6 سنين من احتلال سيناء قدرت تاخد أرضها تاني؟ ايه السبب؟ ما هو مش اعتباطا، ليه كل الدول العربية دي ما قدرتش وانت بس اللي قدرت تاخد أرضك تاني؟ السبب بسيط، هو في أسباب عسكرية وأسباب ثقافية، والأسباب الثقافية أهم من الأسباب العسكرية. الأسباب العسكرية احنا مش هنتطرق ليها دلوقتي، احنا هنتكلم على الأسباب الثقافية. طيب خلي السؤال ده على جنب دلوقتي علشان نسأل سؤالين تانيين الإجابة بتاعتهم نفس الإجابة. تيجي تبص تلاقي مثلا حاجة مثلا زي الغزو التتري. ليه التتار اللي غزوا العالم وضربوا جم من شرق آسيا، هزموا الصين وضربوا الدولة الخوارزمية ونهوها، دي كانت دولة إسلامية موجودة في حدود إيران، وقتلوا في الناس وضربوا الدولة العباسية أو الخلافة العباسية ونهوها، وقتلوا الخليفة العباسي ودبحوا في الناس واحتلوا الشام واحتلوا فلسطين واحتلوا روسيا واحتلوا أوكرانيا واحتلوا بولندا، وكانوا على حدود برلين وكانوا هيخلصوا على العالم كله. ليه الدولة المصرية أو إزاي الدولة المصرية أو الشعب المصري قدر يوقف الغزو الاجتياح المغولي ده؟ ما هو أنت اللي هزمته، انت اللي وقفته، ولو انت ما كنتش موجود كان العالم كله انهار وكان التاريخ الحالي دلوقتي اختلف. يعني لو مصر ما كانتش وقفت الغزو الاجتياح التتري ده، يمكن كان التاريخ العالمي الحالي ما كانش يبقى زي ما هو مكتوب دلوقتي، كان هيختلف تماما، والحضارة اللي انت عايشها دي ما كانتش تبقى كده، كان هيبقى لها شكل تاني. طيب ده سؤال. السؤال التاني، ليه الجماعة الغربيين جم في القرون الوسطى واحتلوا بلاد الشام وقدروا ان هم يقعدوا فيها تقريبا 100 سنة، واللي طردهم من المنطقة دي الجيش المصري في معركة حطين بقيادة صلاح الدين، طردهم من القدس وحاربهم وهو اللي كان واقف لهم. ليه مصر؟ ليه دايما لما تبص تلاقي في مصيبة بتحصل تلاقي مصر طالعة هي اللي بتحل المشكلة وبتقف قدام قوى رهيبة منطقيا وواقعيا هي أكبر منها بمراحل، لا وبتهزمها؟ ليه؟ إيه السبب؟ ما هو في سر، الغرب بيدرس الحاجات دي ما بياكلش برسيم اهو. ليه؟ إيه السبب إن الدولة دي الدولة الوحيدة اللي تبص تلاقيها لما بتحصل أي مصيبة ضخمة بتتصدى لها وبتقف وبتنتصر في النهاية؟ مهما كان العدو اللي قدامك قوي انت بتغلبه. ليه؟ في سبب. السبب الوحيد هو اللحمة السكانية، انك مكون واحد محدش بيقدر يضربك، انت كتلة واحدة صلبة كتف في كتف. انما لما بيحصل مثلا، وده اللي هيجاوب لك على السؤال بتاعت حرب 67 و73، يعني مثلا الجيش المصري انهزم في حرب 67 لان في ناس دماغها تقيلة شوية ما بيحبش يفهم بسرعه، يقول لك لا ده هو الجيش المصري سبب انتصار مصر. ايوه، ما هو الجيش المصري مكون من المجتمع المصري اصلا، بس برضه مش هو السبب، لان الجيش المصري اللي انهزم في 67 هو بنفس ناسه، يعني اللي عارفين واللي ليهم اهالي كانوا موجودين في حرب 67 و73 هيفهموا الكلام ده كويس. هيقول لك ان الناس اللي كانت مجنده في حرب 67 و حالفها الحظ او ربنا سبحانه وتعالى ما كتب لهاش الشهاده في حرب 67 وفضلوا متواجدين في الجيش، ما طلعوش بره الجيش لغايه لما انتهت حرب 73 وبعديها بفتره كمان. المجندين اللي هو المفروض يقعد سنه او سنتين في الجيش فضل قاعد في الجيش الفتره دي 6 سنين وما طلعش منها، هو نفس المجند اللي انهزم في 67. ليه الجيش اللي انهزم في 67 ده هو نفس الجيش، مش بناس تانية،
هو اللي انتصر في حرب 73. طبعا في اسباب عسكريه وتنظيميه والكلام ده كله، ده جانب تاني. انما الاهم من ده الاسباب الثقافيه، اللي هي ايه؟ الراجل السوري والراجل اللبناني والراجل العراقي والراجل الليبي والراجل السوداني لما حصلت مشكله في بلده زي المشاكل اللي دايره دلوقتي خد الشنطه وطار. انما الشعب المصري، حلو، لما حصلت الحكايه دي وحصلت هزيمه 67، الشعب المصري رفض الهزيمه مش الجيش المصري. كان الشعب المصري لما يشوف ضابط جيش ماشي في الشارع، وده كان فيه حتى ضباط الجيش بيقولوا الكلام ده وبيطلعوا على السوشيال ميديا يقولوه، احنا كنا بنخاف نمشي في الشارع بالزي العسكري، كنا بنتكسف نمشي بيه، لان كان الشعب بيبص لهم بنظره مش حلوه. فكانوا بيتكسفوا يمشوا في الشارع بالزي العسكري، لان الشعب المصري هو اللي رفض الهزيمه، وهو اللي قدم عياله تستشهد على الأراضي في سيناء، وتستشهد في الحرب علشان خاطر يستعيد أرضه تاني، لأن أرضه بالنسبة له عرضه أهم من ابنه وأهم من حياته نفسها. بخلاف الدول التانية دي زي السوريين والليبيين والعراقيين وكل اللي انت عارفهم دول والسودانيين، أول ما بتحصل حاجة أول حاجة بيفكر فيها خد الشنطة ويجري. انت ما جريتش، انت وقفت دفعت عن الأرض مت عليها. هو ده سبب قوتك. انت الحرب بتاع 73 كنت هتلاقي العسكري المسيحي جنب العسكري المسلم ما تعرفش ان هو مسيحي اصلا، ولا المسيحي يعرف ان اللي جنبه ده مسلم ولا مش مسلم، مش فارقه معاه، وبيدافعوا عن بعض. الكلام ده مش هتلاقيه في سوريا. يعني هتبص تلاقي انت علوي وانا سني، لا يكش اليهود ياكلوك، انا مش فارقه معاه. حلو. يستعين الدروز باليهود علشان يضربوا السنه. ما هو ده انت شفته، لو بتشوف اخبار هتعرفه. هو عنده استعداد يتعالف مع الشيطان مقابل ان هو يضرب طائفه عنده من نفس مواطني بلده. هو ما عندوش حاجه اسمها المواطنه دي، هو عنده حاجه اسمها الانتماء، انتماء لطائفه معينه. حلو. انما حكايه المواطنه دي اخر همه. عرفت ليه بقى سبب قوتك وسبب ان انت قدرت تتصدى للبلاوي اللي حصلت دي، التتار والصليبيين، وتتصدى لليهود. هو ده سبب قوته. الغرب عارف الحكايه دي، طبعا عارف الحكايه دي، ولذلك هو بيحاول يدخل عليك لاجئين. شوف بقى ارتباط اللاجئين بالحكايه دي كلها ايه. هو بيدخل لاجئين من الدول المضروبه دي عشان يفكك لك التركيبه دي، يدخل لك ناس من الدروز والعلويين والشيعة والسنه والمش عارف بيقعد بالملايين علشان يفككوا التركيبه السكانيه بتاع المجتمع المصري. منهم انهم هيتجوزوا ومنهم ما يجنسوا، في اللي هيتجنس بالجواز او بغير الجواز باي اساليب، اي اساليب تجنيس تانية، ومنهم اللي هيقعد حتى لو مش ما اتجنسش وابتدى ان هو يبخ ثقافته جوه المجتمع المصري ويغير في التركيبه السكانيه ويغير في الثقافه المصريه. لذلك تبص تلاقيهم موجودين في التلفزيون، ودي مصيبه، دي مصيبه، كارثه سوداء يعني. داخلين في المسلسلات، داخلين في الاعلانات، داخلين. هو بيخش عشان يتشعب، عشان يبخ ثقافته الطائفيه والعشائريه والكلام ده كله، ويبتدي يفكك التركيبه السكانيه والتركيبه الثقافيه المصريه، ودي اهم حاجه في الشعب المصري، وهي دي سبب قوته. هنقعد نتكلم من هنا بعد 10 سنين عن خطر اللاجئين ومش هنقدر نخلصه، لأن دول خطر رهيب على الدولة المصرية. ولذلك الغرب بيحاول إن هو يستثمر المشكلة دي في إنه يضرب الدولة المصرية من الداخل ويفككها، علشان بعد كده هو بيأهلها أصلا من الخارج. يعني هو تفكيك الحدود اللي موجودة حواليك، تفكيك الدول اللي على حدودك، ما هو ده تأهيل لحصارك. يعني هو دلوقتي تفكيك ليبيا وتفكيك السودان علشان يشتت الدولة المصرية ويشتت الجيش المصري في حالة إذا حاول يغزوك. وقلت ده في حلقات سابقة. لو حاول يغزوك من الشمال الشرقي من ناحية إسرائيل، أو يغزوك بالبوارج الأمريكية من البحر الأبيض المتوسط أو البحر الأحمر، فجيشك ما يلاقيش مكان يقدر يدافع منه، لأن الدول المفككة دي، الدول المفككة حواليك دي عاملة لك حالة تشتيت. لأنه بعد كده وهو حاليا ابتدى يحط قواعد للناتو في ليبيا، وبعد كده عاوز يحط في السودان قواعد للناتو، فيبقى هو موجود على كل حدودك بيحاصرك وبيشتتك، فانت ما تعرفش هتدافع منين، فيهزمك من بره. وزائد التفكيك الداخلي، وانه بيعمل معاك زي ما بيعمل مع ايران. يعني لو حضراتكم متابعين الموضوع بتاع ايران والاخبار بتاعت ايران، تبص تلاقي ان دونالد ترامب في بدايه الكلام لما حاول ان هو آه، آه، يهجم على ايران اعلاميا، وقال ان انا هحارب ايران، اول حاجه قالها انه بيدعو الشعب الايراني للثوره على حكومته. هم نفذوا المخطط بانهم قلبوا الشعب او خلوا في كره بين الشعب، مفيش وصال بين الشعب وبين الحكومه، وبعد كده يهيج الشعب على الحكومه، فيحصل تشتيت داخلي، وبعد كده هو يضربهم بره.
فهو بيضربه من بره ومن جوه. ده بالذات بالنسبه للدول اللي ليها عمق استراتيجي واراضي واسعه وليها ثقافه وليها قوه وليها تاريخ. ما يضربهاش زي ما بيضرب سوريا ولبنان وفلسطين والسودان. دي دول ملهاش عمق. لما يحب يضربه يعمل له، يجيب له شويه جماعات وطوائف وكلام من ده وشويه ارهابيين يخشوا يضربوا في بعض ويكسروا الدوله. انما الدول اللي زي ايران او مصر او الدول الضخمه الجامده ما ينفعش تضرب كده. فهو لازم يعمل لها تفكيك الاول. هو عندهم لحمه داخليه فلازم يضرب له اللحمه دي، وبعد ما يضرب اللحمه الداخليه دي يبتدي ان هو يضربه من بره، فيبقى هو الراجل مشتت من الداخل وبيتضرب من بره فهيهزم. مفيش سبب لان هو يفضل موجود ويفضل قوي متماسك. انت ضربه من جوه وبتضربه من بره، فطبيعي لازم ينهزم. انت حتى لو بصيت عشان تعرف ان الثقافة المصرية دي والشعب ده شعب عجيب ومختلف ومتفرد، انك هتلاقي ان الشعب المصري طول عمره من قبل كمان الخطط الغربية دي يعني يرفض الأجانب واللاجئين والكلام ده كله. وتركيبته السكانية دايما محافظة على نفسها وتماسكها. ثقافة مصرية قديمة مش موجودة عند حد غير عندك انت بس. ليه وايه السبب في كده؟ او مثلا مثال على ده، يعني هتبص تلاقي ان الفراعنه زمان بين قوسين، لان احنا اسمنا الحضاره المصريه القديمه، انما مجازيا بيقولوا عليها الحضاره الفرعونيه، فهنتكلم بالمجاز. مجازيا الحضاره الفرعونيه كانت علشان انت تبقى مواطن مصري مع انك مولود لاب وام مصريين لازم تثبت ولائك للدوله المصريه الاول. وكانوا بيحطوا خصلة على العين كده وبتاع للأطفال لغاية لما بيعملوا امتحان معين يثبت فيه ولاءه ومصريته، وبعد كده يبقى مواطن مصري فيقصوا الخصلة دي. ليها قصة كده يعني، بس مش عاوزين نتطرق ليها دلوقتي. عموما وغير ده كمان تبص تلاقي ان الشعب المصري ده زمان عمل حكاية كده يمكن مذكورة في القرآن. الشعب المصري ده طرد اليهود من أرضه. انا ماليش دعوه بفرعون، انا بتكلم على الشعب المصري نفسه. كان لا يرغب في اليهود على ارضه، واكبر دليل على كده ان هو كمان كان حاصرهم في اماكن معينه. يعني ما كانوش جوه الشعب المصري، ما كانوش جوه الحكومه المصريه، ما كانوش جوه الدوله المصريه. لا، تبص تلاقيهم كان ليهم مكان محدد كده هم قاعدين فيه، يعني مدينهم حته ارض وكانوا هم بيشغلوهم في الغالب عبيد او عمال للاعمال اللي المصريين يترفعوا عن الشغل فيها. اعمال اللي ما هي مش محتاجه ذكاء يعني، محتاجة فواعلي بالبلدي. فالجماعة اليهود دول كانوا محطوطين في مكان كده والمصريين ما بيختلطوش بيهم قوي، لأن المصريين ما كانوش بيحبوا الاختلاط بالأجانب. وأكبر دليل على كده إنك أنت لما جم يعملوا فحوصات جينية على المجتمع المصري أو على الدولة المصرية أو على الشعب المصري، لأنه نسبة الجين المصري هو الجين الوحيد اللي موجود على كوكب الكرة الأرضية اللي نسبة نقائه أعلى نسبة نقاء على الكوكب كله. ان احنا ما بنختلطش مع الاجانب. لو بصيت على شمال افريقيا مثلا هتبص تلاقي ان الاحتلال الانجليزي والاحتلال الفرنسي كان موجود في المنطقه دي من العالم تقريبا زي بعض في توقيت واحد. بس تلاقي ان مثلا المغرب، الجزائر، تونس، حلو، تبص تلاقيهم لهجتهم اتقلبت على فرنساوي وفرنسي عربي، ما تفهمش، هو نص كلامه فرنسي على نص كلامه عربي. ثقافته ضربة على شوية غربي. حلو. ليه؟ لانه سهل ان هو يتغير، سهل ان هو يتفكك، سهل ان هو يتاثر فيه. انما انت لما جم عندك الانجليزي اتعلموا عربي وانت ما اتعلمتش انجليزي. دي حقيقه، احنا بنهزر وبنقول الكلام ده بس هي دي الحقيقه. هو خد من ثقافتك وتعلم من عندك، انما انت ما خدتش منه، انت رفضته، انت بتنفره، بتطرده. مجتمعك الجسم الغريب فيه ما يعيش، بيلفظه ويرميه. تبص تلاقي حتى الثقافه الغربيه اللي كانت موجوده ايام الملك وايام الاحتلال الانجليزي، تبص تلاقي ان ايه الموضه حتى بتاعه الملابس وكانت موضه غربيه. فضلت الحكايه دي لغايه الستينات بعد ما الملك مشي بحاجه في فتره قصيره. وبعد كده تبص تلاقي كان في من الجيب والميكرو جيب والكلام ده كله والنسوان عريانه وكله زي الفل. بعد شويه تبص تلاقي المجتمع ابتدى يتغير تاني. يعني ايه؟ ابتديت تاخد ترجع للهويه مثلا بتاعتك، او ابتديت ترجع للهويه الاسلاميه مثلا. حلو، اللي انت تبنتها، ما فرضتش عليك. انت تبنتها ما فرضتش عليك، ولو لفظتها تلفظها ده بمزاجك. انت تبنيت، حسيت ان الهويه دي
توافق المعايير الدينيه بتاعتك فانت تبنتها. انما انت لو ما انتش عايزها بترفضها. واكبر دليل على كده ان انت بتيجي عليك اوقات بترفض الهويه الدينيه الاسلاميه، واوقات تانية بتقبلها، واوقات تانية ده على حسب مزاج الشعب. ملهاش دعوه بقى بان انت تغيرت ثقافيا. هوى. دي هوى يعني ايه؟ او ارتباط ديني. ملهاش علاقه بالثقافه. الثقافه شيء والارتباط الديني شيء. الدين بيؤمرني بان انا ما البسش ملابس مخالفه، فاحنا عشان احنا ناس متدينه ما بنلبسش ملابس مخالفه، مش علشان احنا بنستورد ثقافه عربيه. تفرق. مش مساله ان انا بستورد الثقافه العربيه، عجبتني الثقافه العربيه، لا. انا بفرض الالتزام الديني على شعبي، احنا اللي بنفرضه على نفسنا، لان احنا ملتزمين دينيا. مش مساله ان انا واخد الثقافه العربيه، لان في حاجات كتير عربيه انت رافضها. يعني مثلا العرب من ثقافتهم العقال والجلباب والمش عارف ايه، انت بتلبسش الحاجات دي. انت فاهمني؟ تلبسهاش. ليه؟ لان هي دي بقى ما هيش مساله دينيه، دي ثقافيه، فانت ما خدتهاش. الحاجات اللي لها علاقه بالثقافه ما بتاخدهاش، مش بتاعتك، مش ثقافتك. فهم دايما بيحاولوا يحاربوك في الحكايه بتاعت الثقافه والهويه والتركيبه السكانيه، لان هي دي سبب تماسكك، هي دي انت. فانا يعني طولت عليكم وحاولت انا بشرح لكم في الفيديو ده لان او في الحلقه دي، لان في ناس كتير ما هيش فاهمه ليه الغرب بيضربني في التركيبه السكانيه وازاي، وليه الناس بتقول كده. يعني ليه؟ ما هم السوريين اخواتي مثلا، مسلمين زيي مثلا، والسودانيين مسلمين زيي وعلى حدودي جيراني. طب ليه انا بقول او بفكر ان دول جايين علشان يضربوك؟ هم مش قاصدين يضربوك، هو الغرب بيستعملهم كسلاح. هم مشكلتهم حاجه تانية خالص، ان هم ما عندهمش دم، دي حاجه تانية. اللي هو ايه؟ اللي هو جاي انا دولتي مضروبه وانا عاوز اقعد هنا وبلطج وبتاع، وهو مشكلته مشكله اقتصاديه. يعني هو الراجل جاي لاقي فرصه هنا، طب انا هسيب هنا وامشي ليه؟ ما في هنا ناس عبط بيسيبوا ويسيبني نقعد، فما فيش مشكله. هو دي مشكلته يعني، ان هو مش جاي يضربك قصد انه يضربك. انما الغرب بيستعمل الحكايه دي في انه هو بيضربك بانه بيدخل عليك الناس اللي عندها ثقافات مختلفه وعندها اعراق مختلفه وتفكير مختلف، علشان يضرب تفكيرك وثقافتك والكلام ده كله. عموما انت كمواطن مصري مفروض عليك ان انت تجابه الحرب دي كشخص. ما تقوليش الحكومة. الحكومة مفروض عليها، ما حدش بيقول لا. بس الحكومة عملت ما عملتش هتعمل ايه؟ الدولة دولتك. وكل مرة بقولها في فيديو الاقي في ناس بتكتب لي في التعليقات وتقول لي اللي حضر العفريت يصرفه، وان الحكومة هي المسؤولة. يا حبيبي ايوه، خليك رجل فاعل. انا الحكومة دلوقتي عملت ما عملتش، انا ليه ما اتصرفش؟ ايه المشكلة في ان انا اتحرك؟ ليه دايما ارمي على اللي جنبي؟ حتى لو اللي جنبي هو المذنب. انا ما بقولش ان الحكومه مش هي اللي ما دخلت ولا ما دخلتش، انا بقول دلوقتي انا عندي مشكله. ماليش دعوه بقى مين اللي عملها، الحكومه اللي عملتها، الشعب اللي عمل، مش دي القصه. دلوقتي حاليا انا عندي مشكله على ارض الواقع، حلها ايه؟ تقوليش الحكومه هي اللي تقدر، وان ده موضوع الحكومه. يا حبيبي ايوه، استنى بقى الحكومه. لو الحكومه ما عملتش تعمل انت ايه؟ توافق ان الدوله المصريه تتكسر وتنهار؟ كلام مش منطقي. الحكومة تعمل، نضغط ونقول ونعمل فيديوهات ونعمل حلقات ونقول يا حكومة اتصرفي، بس في نفس الوقت ده مش معناه انت كمواطن شعبي، انت مواطن مصري، انت عندك واجبات للدولة. حتى لو الدولة غلطانة انت عليك واجبات، اعمل اللي عليك الاول. انت عليك واجبات اللي هي ايه؟ انت ما تتعاملش مع الراجل السوري ومع الراجل السوداني، لا تبيع له ولا تشتري منه ولا تأجر له شقتك. انت لما يكون عندك راجل مقيم غير شرعي جنبك وانت عارف ان هو مقيم غير شرعي، بلغ عنه. الحكومة بقى، اصل الحكومة لازم، اصل هي اللي دخلتهم، اصل هي اللي بتديهم. يا عم الحاج مش هنخلص لو دخلنا في الدايرة دي. هتخش في دايرة مين الغلطان ونقعد نرمي على بعض. مش هي دي الحكاية. الحكاية لازم هنحلها ازاي؟ المنطق، العقل بيقول كده، الدماغ، التفكير بيقول كده. لو فضلنا قعدنا نرمي على الحكومة يبقى مش هنخلص. الحكومة عايزاهم، الحكومة مش عايزاهم، دي قصة تانية. انت تصرف. انت لو دمرته اقتصاديا بانك ما تتعاملش معاه، هو اوتوماتيك الحكومه عايزاه، الحكومه مش عايزاه يمشي. الحكومه عاوزه تتحرك، الحكومه مش عايزه تتحرك، برضه هيمشي. انا ما بتكلمش دلوقتي الحكومه عايزاه ولا لا، انا بقول على الكلام. انا بتكلم على ان انت في ايدك، انت ممكن تكون فاعل. ليه ما تتحركش؟ ليه ما اكونش فاعل؟ ليه ما اكونش ايجابي؟ ليه لازم اسيب المشكله لما تكبر وتتضخم؟ حلو الكلام. وبعدين ارجع اعيط واخد شنطتي وامشي بقى. ما هو ما الدوله اتدمرت، خد شنطتك وامشي، اعمل زي السوري والسوداني بقى. استنى الحكومه وبعد كده خد شنطتك وامشي. يا عم الحاج،
انت النهارده عندك مشكله، حل مشكلتك، في ايدك تحلها حلها، ما تستناش حد يحلها لك. حلك في ايدك. انت عاوز تضيع بلدك عشان سندوتش شاورما بتقول اصل الحكومه تحلها؟ يعني انت بتقايد بلدك بسندوتش شاورما؟ ما تاكلش من عند الراجل، ما تشتريش منه، وعي قرايبك واهلك وجيرانك ما تشتريش منه. انت هتدمر مصر عشان سندوتش شاورما؟ ولا علشان بتشتري شويه ملح ولا شويه فول من وجه من راجل فاتح سوبر ماركت او محل من سوداني؟ اشتري من غيره يا اخي. يا اخي بناقص الفراخ خالص مش الشاورما بس. لو كانت البلد هتقع عشان فراخ ده احنا نبقى فضيحه الامم. انت هتدمر بلدك عشان بطنك، عشان سندوتش شاورما؟ يا راجل، كلام مش منطقي يعني. كلام مش منطقي تماما. وما تجيش تقول لي الدولة غلطانة، بس انت هتحل. ها، استنى الدولة لما تغلط اقعد تقول اصل فلان هو اللي جابهم وعلان هو اللي وداهم. وبعدين الحل ايه؟ احنا لازم فلان يعمل، طب ما عملش، ها الحل ايه؟ اقعد بقى استناهم لما يدمروا الدولة. استنى لما الاجانب يكسروا الدولة المصرية والغرب ينجح في مخططاته. لازم تكون فاعل. مفيش حل تاني. اديني حل واقعي، ما تتكلمنيش كلام. اديني حل واقعي. لازم تكون راجل فاعل. الفاعل